مساء الخير. إعدام رجما حتى الموت بحق عمنا غالب المتلاعب بمشاعر الناس المساكين والضعفاء. احذر إما انت هارب تروح تتأجر يا غالب. يعني ظهور بهذا الوضع ظهور ناس أعوذ بالله الناس نصابين. يعني الفقر يقول لك كافر، والله العظيم الفقراء لا يعملون. كلنا الشعب اليمني قد هو فقير، لا عد 3% يكون ناس ما لهم شيء. تمام، جاي يستغل مشاعر البسطاء والمساكين وأعطاهم. ربي حلل لك أكل الجيفة إذا انت جاوز. كيف ما هذا والله لا يرتكب المحرمات كله. اليوم صدور حكم الإعدام من المحكمة الابتدائية بحق غالب القاضي، وهي رجما حتى الموت. وهذه العقوبة عقوبة الثيب الزاني المتزوج الزاني. أخذت ملابسك وهربت على الحنقة. هذا يثبت انك ارتكبت الجريمة من سبب. انتبه تروح تتأجر هنا ولا هنا ولا يكفيك الأجر الأول، والله يكفيك لحد الآن. ما عاد نشتي أجر ولا عاد نشتي متأجرين، الآن يكفينا أجر. والله مع الأوضاع هذه يا جماعة إنه الناس ظاهرين جرائم ما قد سمعنا بهن من حين عرفنا أنفسنا ووجدنا باليمن إلا بهذه الأيام. الوضع أصبح متردي أكثر من أي فترة مضت. وضع أصبح ألعن وضع بالعالم، والله أنه ألعن وضع بالعالم. تخيلوا يعني وضع بهذا المستوى المتدني. ايش يظهر لنا علماء؟ يظهر لنا علماء ولا رواد فضاء؟ ما يظهر لنا الا مجرمين وفسقة وفسدة. تمام، على الحكومة مداركة الوضع، تدارك الوضع. باقي معكم 3%، لأنه الآن الوضع أصبح ملط. تعرف ملط؟ تجي تنهض وطحست. بالبلاد هذه وضعنا كله أصبح ملط. كل ما قامت كل ما طحست بالملط. ما في الجرائم أمانة. هذه 50 يعني بالمنطقة حقنا فقط الآن بهذه الثلاثة الأشهر 50 جريمة وأكثر. والله أن جريمة شنيعة، وعاد آخر جريمة والله أن قبل يومين. وإن شاء الله ننزله لكم بالفيديو القادم من أجل تتأكدوا. الناس طفشوا، يعني معبوا على الدولة حقا لا يوجد حل نهائي. عادهم يفرحون بعودة وفعكم الدولة مدري كام، والآن يفرحون بعودة أحمد علي أحمد قدتي. شابعين. قال والد المرحوم عمل له 35 سنة ولا عمل شيء. 35 سنة جهل وتخلف ومحسوبية وفساد ورشوات، ويعني ايش اقول لكم ظهور عصابات. كل شيء ممكن تتخيله كان موجود، كل حاجة. لا تقول لي عاش وعيش. عاش وعيش كان احنا بالسراج، لا قبل 6 سنين. عاد احنا تطورنا من السراج قبل 6 سنين. ما لقينا فائدة بالبلاد هذه، لذلك اداركوا الوضع قبل ما يظهروا 6